مشروع شبابي آخر في مشروع سكيك التلال. نلتقي اليوم مع علي بخش صاحب مشروع يختص بالتصاميم. مشروعي عبارة عن لوحات نحت أسويها من مواد إعادة تدوير اللي هو مثل كلينكس أو نحاس أو سيليكون أو حديد. أوكي، ويعني ياخذ مني فترة عشان أنتج لوحة واحدة على الأقل، يعني 3 ساعات إلى 4 ساعات. والحمد لله يعني صار لي 2 سنين من المشروع هذا يعني حققت يعني أشياء حلوة بالمشروع هذا، والحمد لله يعني كانت هواية وحولتها إلى تجارة بعد. ما شاء الله، مثل ما أنت ذكرت أن مشروعك صار له 2 سنين، هل هو كان بدايتك كان قبل سكيك التلال وبعدين فتحت لك مشروع هني؟ لا والله، كنت أشارك بمعارض وايد، يمكن شاركت حوالي 10 معارض. بعد قديش ما بطل المحل لأنه صار عليه إقبال وايد، والحمد لله بطلت لي بسكيك تلال لأن إجراءات يعني مريحة والحمد لله. يا ريت تقول لنا شنو هذه الإجراءات المريحة والمميزات اللي أنت شفتها في مجمع تلال اللي هو غير عن باقي الأماكن الثانية اللي تختص في هذا المشاريع مثل المعارض أو شيء، يعني شنو السبب اللي خلاك تبطل هذا المشروع في سكيك تلال تحديدا؟ أول شيء محل بدون رخصة، ثاني شيء مكان معروف والمريح وبس. يعطيك العافية، أتمنى لك توفيق إن شاء الله. والحين نشوف مشروع شبابي آخر في سكيك تلال، خليكم ويانا.